بداو ابن عمي، بداو. حنا مازال حمدنا لك يا ربي وشكرناك. ما سمعت انا لا سعيد زدوق ولا راديو مارس ولا حتى شي واحد من المغاربه مازال ما فتح هادشي نتاع كوت ديفوار، الحظوظ، هل سنه تاهل، هل سنه لعب، لا مازال. تا تبقى 5 ايام 4 ايام، انا يمكن حتى تبقى نهار. هما بداو. ايوا واسمع ابن عمي كيفاش بداوها. تعقلوا العام الفايت في الكاميرون ملي خسروا الماتش الاول والماتش الثاني، تعقلوا انهم داو واحد الراقي تما. داو الراقي ابن عمي الكاميرون، اقسم بالله الا داو الراقي ابن عمي. يقول لي ماناش كيف قزع بنو بوزع بنو كونزع، يقول لي ماناش كيف داو الراقي. ودابا اسمع، دابا بداو اللعبه نتاع الرقي. اسمع الموت نتاع الضحك. يرقي الكره، ويجبد المخزن. دابا هذا راقي يجبد المخزن. لو كان طراف يجبد المخزن، لو كان كيبيع الحوت غيجبد المخزن. سباق طوليي بياع شراين تاع الطوموبيلات، سمسار تاع الاراضي يجبد المخزن. الا ما جبدتش المخزن ما تدوش في التلفازه ديالهم، ما تدوش. هذا هو اللي غيمشي معاهم دابا. المنتخب الوطني الجزائري، الشعب الجزائري الكل راه يستنى فيه ومقبل على منافسه افريقيه ان شاء الله في كوت ديفوار في جونفي. هذا اكيد افريقيا معروفه بالاشياء هذه، وحنا ايضا نستمعوا. افريقيا معروفه بالاشياء هذه. شوف الطريقه كيفاش كيتعاملوا مع افريقيا، وفي التالي كيتشكاو. شتي النظره اللي عندهم على افريقيا الكري السحور كدا، وافريقيا الادغال، وافريقيا. وملي تعطيهم افريقيا هنا يبغيو يتشكاو ويبداو يبكيو. القجع كيدير لك كولاسه والعوساسه. الاشياء نسمع ان افريقيا معروفه بالسحر الاسود وتقدر تغير مصير مباراه. هل يعني كاين منها كيفاش تغير مصير مباراه؟ انا ما فهمتش هاد المباراه كتغيرها مصير ديال السحر الاسود. بغيت نعرفها انا. لو كانت افريقيا كدير الكغي وكتربح لي ماتش، كون راه هي اللي كدي كاس العالم من 1930. ما فهمتش. لو كانت افريقيا، لو كان السحر الاسود هو اللي كيدير الكره، كون راه افريقيا كتدي كاس العالم من 1930. تديها السنغال، الكاميرون، نيجيريا، غانا، السنغال، علاش واش شتي الفاشل كيفاش كيقنع راسو بانه مستهدف؟ شتي كيفاش كيبرر الفشل نتاعو والاخطاء نتاعو؟ هاد العقليه هادي راه ما عمرها غتمشي بهم قدام. اطمئنوا الخوت، اطمئنوا. داكشي علاش مازال كديروا المقايضه ديال في 2024 مازال كديروا المقايضه ديال الغنم بالزيت نتاع الفيتونج. الحاجه هذه، وهل هي قابله باش يديروا الامور هذه لتغيير النتائج؟ نعم، هذه الامور حاصله وحصلت من قبل. الهند مثلا هاد خونا هذا لو كان بصح كيدير له اخويا انت دير فيها وجهك، انت كدا وجهك، انت عندك جوج زغبات هنا، كبر على اللحيه في وجهك بعدا. لو كان هادشي اللي كدير فيه النفاع، ديرها تخرج لك على اللحيه في الوجه بعدا، دير تكون راجل بحالك. وسبحان الله كيكونوا هاد النوع نتاع المدلسين. المنافسات العالميه بسبب هذه الامور تاع السحر. الهندوس ايضا معروفين بالسحر، وادغال افريقيا يعني هي اشد سبحان الله من الهند ومن غيرها. غريبين هاد النوع. افريقيا معروف هذه، وهل هي قابله باش يديروا الامور هذه لتغيير النتائج؟ نعم، هذا الامور حاصله وحصلت من قبل. الهند مثلا مستبعد الهند من المنافسات العالميه بسبب هذه الامور تاع السحر. الهندوس ايضا معروفين بالسحر. شوف العلم. قال لهم الهند كتقصى من كرة القدم، ما كتلعبش كرة القدم لأن الهندوس معروفين بالسحر. راه انت كضرب في راسك دابا العبيط. إذا كان الهندوس كيديروا السحر، معناه الهند هي اللي خصها تكون كديك دابا كأس العالم.
كيفاش الهند فيها السحور وما كيلعبوش الكره وما عندهمش المنتخب قوي؟ أدغال إفريقيا يعني هي أشد فتكا من الهند ومن غيرها. أدغال إفريقيا معروفة بالسحر لدرجة عجيبة. جنوب إفريقيا، السنغال، كوديفوار، تشاد معروفين عندهم أسواق خاصة. دابا هادشي لو كان يترجم بالفرنسي ويمشي للسنغال ويمشي لتشاد غيقول لك مؤامرة مخزنية وإماراتية لتشويه سمعة الجزائر في إفريقيا. ماشي تترجم هادشي وتصيفطو للسنغال وسميتو والنيجيريا والكاميرون وتقولوا لهم هاو شنو كيقولوا في الإعلام الجزائري عليكم الأفارقة. راه قالوها، كتبوا هذاك النهار: مؤامرة مغربية إماراتية من أجل تشويه سمعة الجزائر في دول الساحل. ها واش كتقولوا انتم على دول الساحل؟ وفي التالي كتجيو من عندهم الغنم. في الاخير الرئيس نتاعكم كيجيب الغنم من نيجيريا جدك. الاقتصاد ديال الشينه نتاع الجزائر ديال اكوادور فضاربه تضطر للاتيان بالغنم من النيجر ما فيها حتى عشبه وحده نتاع الربيع، ما فيهاش حتى 2 كيلو نتاع اليخضور، ما كايناش في النيجر، وفيها الغنم. والجزائر فيها 2 مليون كيلومتر مربع، كتضطر تجيب الغنم من النيجر. صدق او لا تصدق، الرئيس تبون كيقول لهم جيبوا لنا الغنم مقابل زيت ديال الطوموبيلات. في 2024 الجزائر كدير المقايضه مع النيجر: اعطيني الغنم داكشي ديال النفط مقابل الغداء اللي داروه الامريكان مع العراق. دابا دايروا تبون مع النيجر: جيبوا لنا اعطيونا الغداء مقابل زيت السيارات مقابل الغداء. النيجر عندها الغداء والجزائر ما عندهاش الغداء. صدق ولا تصدق ابن عمي، صدق ولا لا يصدق. التصل ديال التواصل ديال الجدر ديال الابواب ديال النوافذ ديال بوك. صدق او لا تصدق، النيجر ومالي عندهم الغذاء والجزائر ما عندهاش، عندها زيوت السيارات. 2 مليون كيلومتر مربع ما عندهاش الغذاء. وشنو عندها؟ عندها هذا النوع البشري الذي يستأسد على افريقيا، وافريقيا هي اللي كتوكلوا بالغنم. الا ما كانش افريقيا ما غاديش يعيد، ما غاديش يضحي نهار العيد، ما غيلقى ما يذبح نهار العيد، ما غيلقى باش يتقرب عند سيدي ربي، ما غيلقى باش يدير السنه المؤكده. عاشت النيجر ومالي في خدمة الكرش الجزائرية والبطن الجزائرية. وقزع بن كنزع كيقول لك الرقية، قال لك الدواء راقي وكاين السحور وغنديروا دي ونديروا دي بالسحر. لكن أدغال إفريقيا معروفة، ومعروفة بأخطر أنواع السحر اللي هو سحر الفودو الذي يصنع بالدمى. سحر هو أحد أنواع السحر الأسود، سحر الفودو هذا وسحر الدمى. أدغال إفريقيا لا ترحم يعني، وهم ما همش كما حنايا، معظمهم ليسوا مسلمين، معظمهم متنصرين أو أصحاب ديانات وثنية يعيشون في الغابات وكذا. يعني ممكن شو كيفاش كيفكروا مع الأفارقة، احتمال كبير أنهم سيحاولون التغلب عليك بأي طريقة. إذا ما غلبكش في المباراة يعني باللعب، راح يغلبك بالأمور الروحانية هذه، يعمل لك أسحار، يجيب معه سحارة، وكما شاهدنا حتى هنا في مدرجات الجزائرية يعني في مباراة بوركينا فاسو أحضروا معهم راه حنا شفنا جزائري راقي ديتوه الجزائر، ديتوه للكاميرون. وشنو دار لكم؟ جيتوا الرقم 23 في الرتبة 23 ما قبل الأخير. المنتخب الجزائري القوي والكبير اللي كانوا فيه يعني اللي كان واعر صار لا شيء، صار ما قبل الأخير. علاش؟ لأن دخلتوا له هذا النوع نتاع التفكير العبيط نتاعكم الأغبياء البؤساء. دابا شدوا في حاجة واحدة، شدوها في حاجة واحدة بعدا. كنتوا شادين في القجع، شدوا في القجع والحكام بعدا صح، شدوها في القجع والحكام. لاش زايدين لها السحور وزايدين لها الفودو وزايدين لها الكريكري وزايدين لها الدومة؟ علاش؟ دابا شكون غيتيقكم من الجزائريين؟ شكون؟ فاش غتلصقوا دابا؟ شدوا حاجة واحدة صاحبي، غتلصقوها في الرطوبة، لصقوها في الرطوبة، في الحرارة لصقوها في الحرارة، في العشب لصقوها في العشب، في القجع لصقوها في القجع. دابا شادين في القجع، خليكم في القجع باش تكون بعدا شوية بعدا نتاع ما يسمى بالانسجام والمصداقية. حتى في الكذوب ديالكم بعدا ملي كتشدوا فيهم يقدر يتيقل. دابا نتوما مرة تقولوا الشتاء، مرة تقولوا الرطوبة، مرة الملعب معوج، مرة الحكم مشري، مرة القجع شرا الفار، مرة الكريكري، الفودو، الزودو، الجودو.
زيد. أشهر ساحر، نعم بوركينا فاسو، نعم أحضروا معهم أشهر ساحر في البلد، ما حبش جابوه للمدرجات، يعني واش جاي سيبورتي، جاي يضحك ولا يلعب؟ مو باين. حنا نقولوا السحر هذا راهي أثر بتقدير الله، حنا ما نقول لكمش توهموا أمور ما كاش، بس هذه أمور راهي كاينة وأثبتها الشرع، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم سحر يعني لكل، قال لك إذا لم تجد لك حاسدا أو حاقدا فاعلم أنك فاشل. أي واحد ناجح راح يحاربوه، والمنتخب الوطني يتعرض لحملة. كيفاش دابا نتوما غير المنتخب ديالكم اللي يحاربوه؟ دابا ملي غنحاربوا حنا المنتخب ديالكم غيحاربوه كاملين هاد الحساد هادو د العالم، راه نتوما مركز الكون. ايوا شكون غيدي الكاس فينا داك الساعه؟ راه غيبقاو 23 فرقه، شكون غيدي الكاس؟ راه ما فهمتش واش ما بغيتوش تفهموا بانكم مراضين بالليغوسونتريزم؟ واش هو ناريفي با زعما سيميلي سا ولا لو والو زعما تفهموا بانكم مراضين بالليغوسونتريزم؟ زيد اخي الراحل كبيرة، إما من طرف أنظمة سياسية مثل النظام المخزن، أو إما مثل هذه الأنظمة الفاشلة التي تعتمد على السحر وعلى هاي الأنظمة الفاشلة. إفريقيا فيها الأنظمة فاشلة وكاين نظام المخزن. شكون هو النظام اللي كاين في العالم زوين؟ هو الجزائر. إيكامبي وشنو كي دار لها إيكامبي لكي تقضي على النجاحات. لازم له رقي المنتخب، لازم له المنتخب الوطني لازم له راقي. كان معاه راقي من قبل رحمه الله تعالى، كان يرقي معاهم، وحاليا لازم له راقي. وهذاك الراقي اللي رحمه الله تعالى شنو دار شي نتيجة؟ ياك جيتو ما قبل الأخير في إفريقيا وما تأهلتوش لكأس العالم. يلا ولا باغي تمشي انت مسخوط الوالدين تاكل وتربع؟ وهذه دولة هذه اللي تخلي إعلام بحال هذه يدوز خونا بحال هكا؟ واش هذه دولة؟ واش هذا نظام اللي كيدوز هذا الشيء في قنوات نتاعو وكيباغي يقنع الشعب الجزائري بهذه الخزعبلات؟ وعوض هاد القزازيع هاد القزازيع دابا اللي شادين معنا لو كان يمشيو يوعيو الشعب نتاعهم يديروا على هذا الشيء ويقولوا لهم وديش هاد الفضايح. اش هاد الفضايح؟ سيروا لعبوا دربوا، سيروا خدموا وجبتوا نتيجه مزيان، ما جبتوش مزيان. كره القدم هي هادي، كاين العام اللي طيح من الربع، كاين العام اللي طيح في النصف، كاين العام اللي طيح من الدور الاول. كل دوره وهبالها، كل دوره وعاديه الامور. مي فوزيت دي مالاد، فوزيت دي مالاد، فوزيت دي مالاد، دي مالاد، دي مالاد، دي بسيكو. الرقية ماشي تكون غير الإنسان فقط، تكون على الكرة، تكون على الدواب، تكون على السيارة، تكون لكل شيء الرقية. دابا اشرح لي هذه ديال القراءة. علاش غتقرا انت القرآن؟ علاش؟ شكون انت باش تقرا القرآن؟ شكون انت اللي بوحدك اللي غادي خصك تمشي انت باش تقرا القرآن؟ واش القرآن اللي غتقراه انت بوحدك ماشي بحال القرآن اللي غنقراه انا؟ شرحوا لنا هذه الرقية، شرحوا لنا واش باغيين زعما تكلخوا الشعب وتكلخوا المسلمين؟ واش كتكلخوا المسلمين؟ ياك قرآن، انا نقرا القرآن ابن عمي، نقرا القرآن وندخل نلعب، نقرا القرآن وندخل ندوز الامتحان، نقرا القرآن ونمشي نخدم شغلي. هادشي اللي قال الاسلام وهادشي اللي قال سيدي ربي. ما قالش كاين واحد خصكم تقلبوا عليه الا ما قراش هو راه ما كاين والو. احنا كنشوفوا اللعابه كيقراو الفاتحه كيدخلوا يلعبوا، كنشوفوهم. هذاك هو الايمان. ملي كيحققوا شي نتيجه كيمشيو يديروا سجده الشكر لله سبحانه وتعالى. هذا هو الايمان. انتم باغيين تخلقوا الشعب هذا النوع نتاع الخزعبلات. لا، خصني نقرا لك انا القران على هادي، انا اللي نقرا لك ونبيع لك 200 درهم. يا سبحان الله. أمرابط ديما كيقرا القرآن، ماشي غير أمرابط، حتى الجزائريين، حتى المصريين، كاع المسلمين لعابة محترمين جدا مؤمنين كيقراو القرآن تاعهم، اللي كيقرا الفاتحة، اللي كيقرا ما تيسر من باقي الصور ولا الآيات، وكيتشحن بذاك الإيمان وكيتشحن بذاك القوة العاطفية والقوة الروحية وكيدخلوا يلعب. هذه معروفة.
وتحصين القرآن أينما وقع نفع. وتحصين نعم. ولينا نشوفوا يعني في المباريات انه تكون المرمى فارغه يتيريها ما تماركاش غريب تخرج. يعني محرز مثلا يسجل في كل المباريات، يلحق للكاميرون ما يقدرش يسجل، يعني مع اسهل منتخب. اسهل دابا الكاميرون اسهل منتخب، ومحرز ملي يجي الكاميرون ما يسجلش. محرز مدرقل ما راهش في نهارو، محرز نفختوه اكثر من القياس، محرز قلشتوه كما كيقولوا اكثر من القياس، كيطلع مع الحيط بالارداف. والدليل انه رشح راسو للجائزه. ما كاينش شي لاعب رشح راسو لشي جائزه الا محرز بوحدو. حتى شي لاعب في العالم ما رشح راسو للجائزه لشي جائزه معينه الا محرز. علاش؟ حاس براسو، حتى هو فيه ليغوسونتريزم، حتى هو ما غيدير حتى وزه لان فيه النفخه تو سامبلومون. الا ما حطيتيش رجليك في الارض ما غتلعبش الكره. بلايلي كذلك، بلايلي لاعب واعر، بلايلي عنده واحد المهارات غريبه، ولكن السيد حاس براسو هو مركز الكون. من اللي سجل ذاك الهدف من ذاك النهار هو اللور فين ما مشى يزبلها اخرها دارها فهران، قرب لها فهران. علاش؟ لان تنفخ. نتوما كتنفخوا بنادم، نتوما مرضين بليغوسونتريزم. علاش ما زعما ما تسمعوش هاد الهضره هكا بهذا العقل هذا؟ ما غاديش تسمعوها. كتقولوا سعيد يكرهنا، سعيد ذباب نتاع المخزن، كديروا عليه مقالات في الشروق. وملي كيخرج اليوم الرئيس نتاعكم كيقول لك هو بغى الغنم نتاع النيجير مقابل الزيت نتاع الطوموبيلات. ها النتيجه، ها النتيجه نتاع النفخه ديالكم. وليتو كتجيبوا الغنم من النيجير وتعطيو لهم الزيت نتاع الطوموبيلات. كون كانوا غير ماشي طوموبيلات بعدا، انا بانوا لي ماشي 16 ولا 17 طوموبيل في النيجير كامله، واخا تصيفط لهم زيت اركان، تصيفط لهم الزيتون تاع القبايل. انت دير المعمل ديال الزيوت ديال السيارات، وفي التالي عندك واحد سيمكا وجوج رونو اير 18 وواحد اير 11 وواحد اير 4 وواحد ميرسيدي 150 ديال في الدوره كلها. سبحان الله. نعم، لذلك انا انصح بالمنتخب انه يدي مع عراقي. هذا كيدبر على راسو، راسو، مع عراقي شرعي، هذا قران. قبل الماضي هذا كيدبر على راسو. ديوه مسكين ديوه. اين المشكله؟ اديو الزمر وقولوا له سكت ما تفضحناش، وديو شي راقي بعدا بالسكات بعدا ما تفضحوش راسكم بعدا ناويين ديروا فضايح. بعدا صح. وعاود من دابا تهضروا على الكره، باغيين تشغلوا الشعب الجزائري عاود بالكره. قلت الانجازات ما كاين والو. تبون مازال كيهضر على الغنم، ذاك النهار هضر على العدس، على اللوبيا، الحليب، الغنم. واش هذا رئيس صاحبي؟ واش هذا رئيس؟ اش هذا رئيس مازال يراهن على تجاره الغنم صاحبي، على المقايضه. من تجاره؟ فين التجاره؟ المقايضه ديال الغنم بالزيت. واش هذا رئيس هذا؟ وباش تلهيوه مسكين دابا دخلوا له الكره دابا وباقي صاحبي. راح عندك يهضر على الكره دابا. يدوروا لتونس شوفوا واش كيهضروا على المنتخب التونسي والمشاركه في كاس افريقيا. والله ما كيهضروا فيها. دور لمصر، دور للسودان، دور كاع الدول اللي سلام موروكو. مرحبا من عمي، مرحبا بك ابن عمي. ها كنتم من دابا لا حول ولا قوه الا بالله. لانه لما صافي سير بحالك، سير تحمقونا انتم، سير والله الا غتحمقونا بالله. مصيبه صح.